عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. رجعت معكم بعد غياب تقريبا لمدة عامين، ورجعت بعصيدة الزقوق وعصيدة رويال. ان شاء الله يا رب تعجبكم. غسيت ناجحة 1000%، وتقريبا عندي سنوات نستعمل في الغسيت هذه. ننصحكم تجربوها على خاطر اكيد باش تعجب. ويلا بينا ما نطولوش برشا ونبدو في الغسيت متاعنا. لهنا البنات انا خديت شفتوا هذايا متاع 500 غرام، انا خديت الشطر متاعو، دونك استعملت 250 غرام من الزقوق. دونك لهنا خاطر 250 طيحت لي تقريبا اكثر من 10 صحفات. دونك فوالا باش تاخذوا فكره على الكميه. لهنا دونك باش ناخذ 250 غرام من الزقوق، وباش نزيد عليهم لتر ماء. بالطبيعه كالعاده باش نخلي لكم جميع المقادير موجودين في صندوق الوصف. والحقيقة البنات أول مرة نجرب الزقوق متاع النوعية هذه، بصراحة سافا عجبني مش خايب. في العادة ناخذ ديما في متاع بنجيد، ولكن المرة هذه مش موجود، ما لقيتوش عندنا. دونك فوالا خديت هذه وسافا بصراحة عجبني. دونك كما قاعدين تشوفوا لهنا حطيت 250 غرام من الزقوق، وباش نزيد عليها لتر من الماء. دونك البنات انتوما باش نخليكم الكمية متاع سامحوني المقادير متاع 500 غرام زقوق، وانتم اقسموا على 2 اذا كان تحبوا تعملوا كيفي انا. لهنا دونك 250 غرام زقوق عليهم لتر متاع ماء، وباش نحلهم بالباهي في بعضهم. لهنا تنجموا تستعملوا ايديكم ديريكتومون ولا بكيفينا بالمغرفة. وزاد من المستحسن اذا كان ديما الزقوق نحلوه في الماء قبل بليله، من قبل لا نطيبوها بليله. دونك والا اذا كان زاده مزروبين لازم تخلوها اقل حاجه 4 سوايع، باش هذاك الزقوق يخرج المنفعه نتاعو الكل في وسط الماء. لهنا دونك كما تشوفوا تحركوها بالباهي، كما معنا تحلوها يا بيديكم يا تاخذوا الميكسير كما عملت لهنا. دونك هذا يعاوني برشا وننصحكم به البنات. وزاد اذا كان ما عندكمش الميكسير هذا تنجموا تعملوا في هذاك الكيس اللي طيبوا اللي تحضروا به في الجو في العاد. لهنا باش نغطيها ونخليها ترتاح اقل حاجه 4 سوايع. وكما تشوفوا صاير لهنا حليت الزقوق نتاعي وخليته يرتاح 4 سوايع، خاطر طيبتها في نهرتها. دونك حليته الصباح في الماء والعشيه طيبته. دونك لنا باش نبدا نصفي فيه، باش نصفيها 3 مرات كامل معناه. دونك لهنا اول مره هاني باش نصفي التصفيه الاولى. هنا خذيت الا غربال الشعر هذايا. دونك اذا كان عندكم هو احسن حاجه، والا كان ما عندكمش تنجموا تاخذوا هذاك الباسواغ الحديد، ولكن احسن حاجه اللي يكون هكا باش ما يتعدلكم حتى شيء. وكما تشوفوا وين باش ناخذوا باللوش متاعنا نحركوها بالباهي كما تشوفوا لهنا، نحركوا ونهزوا معنا من الكامل معنا باش ما يطلعش، باش ما يبقلناش زقوق تحت وناخذوا كان الماء. لهنا ساي هذه التصفية الأولى. نحركه بشوية بشوية حتى نكملوا نصفوها الكل. وشوفوا البنات هذا الا ساي الزقوق هذا اللي معناه ساي لحرش اللي باش نحوه باش نلوحوه. لهنا نعصروا الماكسيموم البنات، نحاولوا نخرجوا الماء متاع الماكسيموم كما قاعدين تشوفوا. وتوا باش نعاودوا نصفوها المرة الثانية بنفس الطريقة البنات. نغسلوا جست الا الغربال متاعنا ونغسلوا الصحفة ونسيو ونعاودوا نصفوا بنفس الطريقة. كما تشوفوا فيها البنات العصيدة راهي سهلة برشا، ما هيش كومبليكي، سي جوست هكا نحترموا المراحل متاعها باش تجينا من بعد النتيجة متاعها تكون باهية. لهنا شوفوا البنات هذه التصفية الثانية. ومن بعد البنات باش كي نصفوا ثالث مرة وهي المرة الأخيرة باش نزيدوا لهنا الفارينة. زدت على 170 غرام فارينة. دونك 170 غرام فارينة البنات باش ناخذ لهنا أول مرة باش نخلط مكا شوية بالمكسر معنا جست هكا باش يدخلوا بالباهي في الماء. ومن بعد باش نعمل المكسر باش نرحيها بالباهي. والفارينة البنات نغربلوها قبل، لا لازم نغربلوها قبل لا نزيدوها على الزقوق. لهنا نحاولوا ان نرحوها بالباهي باش الفرينة تتحل وما تبقاش كراكب.
نوسعوا بالنا لهنا شويه دونك خاطر باش من بعد تجينا النتيجه باهيه وبنينه. وتوا سعيد دونك باش نصفوها المره الاخيره. دونك باش ناخذوا الغربال نتاعنا كالعاده يلزم يكون نظيف، وباش نحطو ديريكتومون في الطنجره اللي باش نطيبوا فيها. وكما قاعدين تشوفوا البنات ديما كي ناخذوا الزقوق نحاولوا هكا نحركوا في نفس الوقت. كما قاعدين تشوفوا البنات هاي كملت صفيت الزقوق نتاعنا والفرينه كلها تحلت بالباهي وما كانش فما فرينه في الغربال. دونك لهنا باش نبدا نطيبوا فيها. دونك حضرت الا السكر اللي باش نزيدو من بعد ولا حليب نستلي، وحضرت زاده الا صحافي اللي باش نحط فيهم الكوبات. دونك لهنا البنات نطيبوها على نار متوسطه اول مره ومن بعد نقص شويه. كما قاعدين تشوفوا البنات نوسعوا بالنا وبشويه بشويه خاطر هذيك الفرينه يلزمها تطيب ويلزمها تاخذ وقتها في الطياب البنات. كما قاعدين تشوفوا فريمون نوسعوا بالنا. كما قاعدين تشوفوا لهنا ساي الزقوق نتاعنا بخسك حضر جوست لهنا نكملوا نحركوا بالشويه بشويه. ولا حاجه اخرى البنات ماذا بيكم ما تطيبوا في الاخر لهنا ما تعقدوهاش برشا، خلوها فريمون هكا شويه مع شويه مرخوفه فات، ما هي لازمش تكون عاقده برشا باش بعد البنات راهي باش ما تجيكمش كاسحه، وفي نفس الوقت كي تزيدوا السكر باش يزيد يحلها شويه. بالنسبه للسكر البنات راهو نزيدوه كمان بعد لنطفوا على العصيده نتاعنا. دونك لهنا خديت شويه من العصيده اللي جوست معنا بالسكر خاطر حبيت صحفة تكون ناقصة حلاوة، ومن بعد باش نزيد شوية من حليب نسلي ونكمل نعبي الصحافي متاعي الاخرين. لهنا زاد راهو عندكم زاد الاختيار تنجموا تعملوا جوست سكر البنات والا زاد جوست حليب نسلي كما تحبوا. بالنسبة لحليب النسلي يكون سكري. وتوا باش نكمل نعبي الكوبيت متاعي الكل. لهنا ما شاء الله كيف ما تشوفوا البنات 250 غرام. دونك عملت لي الخير والبركه ما شاء الله، عملت لي كميه كبيره برشا. دونك لهنا البنات راهو انتم اذا كان عندكم الصغار ما ياكلوش ولا ما معناها العائله متاعكم صغيره دونك فوالا 250 غرام تنجم تكفيكم بالوافي. لهنا البنات دونك كما قاعدين تشوفوا باش نخلي العصيده نتاعي ترتاح تقريبا لمده اقل حاجه ساعتين قبل نزيد عليها العصيده النوازيت والبيستاش. وانتم البنات باش تلقاو الغسيات نتاع النوازيت والبيستاش في صندوق الوصف. دونك وتوا باش نتعدى نبارطاجي معاكم كريم باتيسير كريمه باتيسير. دونك لهنا عندنا زوز اصفر متاع بيض. دونك وعندي تقريبا 4 مغارف سكر. السكر كالعاده البنات حسب الذوق. لهنا عندي فانيون بودر تنجموا تعملوا سكر فانيلا. وزيد عندي البنات 3 مغارف من نشا. دونك قبل كل شيء باش ناخذ البيض والسكر باش نخلطهم بالباهي في بعضهم حتى شكل يبدا الا الميلانج يكون اصفر شويه، ومن بعد باش نزيد المايزينا. لهنا البنات في بجنب عملت الحليب يسخن، عملت 500 مليلتر من الحليب تسخن، ومن بعد زدتها على الميلانج الاول الخليط الاول وباش نحركها هكا بالسياسه حتىش اللي نتحصل على يكون هكا الميلانج كله واحد مس معناها الخليط يتحل بالباهي في بعضه. ومن بعد لهنا نرجعها في الكسرونه وباش نطيبها على نار متوسطه. وكالعاده البنات باش تلقاو المقادير الكل مكتوبين في صندوق الوصف. وتوا دوك باش نزيد الكريم باتيسير لهنا من الفوق كما قاعدين نشوفوا باش نزينوها.
ولازم البنات نخلو العصيده نتاعنا تبرد بالباهي قبل لا نحطوا عليه الكريم باتيسير. دوك لهنا البنات توا صايين الكريمه بردت وباش نبدا نزين. بالنسبه للتزيين البنات كل واحد والطريقه اللي يحب عليها وكل قدير وقدره، باللي موجود عندكم في الدار تنجموا تزينوا العصيده نتاعكم، كيما زادت تنجموا تخلوها هكا. كما قاعدين تشوفوا البنات هاي العصيده نتاعنا حضرت. دوك ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الغوسيت، وان شاء الله زاد ما طولتش عليكم. سامحوني لهنا اذا انا ناقصه شويه لخاطر كانت في العشيه مخر. دونك وما تنسوش باش تشجعوني وبسلامه.